القضية. السلام عليكم. هذه الحلقة سأحاول فيها أن ألقي بعض الضوء على القضية الشركسية من ناحيتين، اللي هي الاقتصادية والقانونية. من الناحية الاقتصادية، المقدمة التاريخية اللي حكينا عنها سابقا أثبتت أن الشراكسة كانوا مستوطنين شمال القفقاز منذ الأزل، واستمر تواجدهم على هذه الأرض بشكل أو بآخر حتى يومنا هذا. إذن المنطق بيقول أنه لما الروس استولوا على أراضيهم أخذوا أراضي وأملاك كانت تابعة للشركس وأجلوهم عنها بالقوة. كان عندهم أراضي ومزارع وقطعان ماشية وبيوت كل مناحي الحياة الاقتصادية. وهذا الواقع عندما أجري عنه هذا يشكل مطلب أساسي للشراكسة الذين أجلوا عن أراضيهم، وحتى اللي بقيوا في القفقاز وصودرت أراضيهم، حتى اللي كانت مملوكة على الشيوع لدى القبائل المختلفة. هذا أيضا يشكل مطلب أساسي اقتصادي. حتى نستطيع أن نثبت هذا، واضح أنه مجرد الإشارة إلى الحق الشركسي لدى روسيا حاليا لا يكفي، بل مفروض طبعا نرجع إلى السجلات العقارية. وأنا بحب هنا أقول أنه السجلات الروسية وبالذات الأرشيف العسكري زاخر بأدق التفاصيل عن الأراضي والأملاك اللي صودرت من الشراكسة لإسكان القوزاق ولإسكان المستثمرين والمستعمرين الروس ولإقامة الستانيتسات اللي هي كانت قرى عسكرية والمدن الروسية. أيضا المنطق الاقتصادي يقول أنه يجب إعادة هذه الأراضي إذا كانت لا تزال أراضي زراعية إلى أصحابها، أو التعويض لمن يرغب في التعويض، أو إذا كانت الأراضي مثلا التي صودرت في ذلك الوقت، وهذا طبعا منطقي، قد تحولت إلى شوارع أو مدن يمكن احتساب قيمتها والتعويض عليها. أيضا يحق للشراكس أن يطالبوا بفوات المنفعة عندما يستعمل الغير أراضيهم ل 130 140 150 سنة. هذا يشكل ويرتب حقوق للشراكسة على الذين استثمروا هذه الأراضي. وأيضا هنالك خسائر الترحيل عندما رحل الشعب الشركسي عن أرضه، تعرض لخسائر كبيرة جدا ليس أقلها مثلا البيوت اللي كانوا يسكنوها وقطعان الماشية وكل هذه الأملاك. وهذا كله يجب في الحقيقة دراسته بشكل متأني وبشكل مفصل، وإقامة الأبحاث والدراسات اللي تستند إلى وقائع اقتصادية مدروسة، بحيث أنه تعطي للشراكسة الحق وتبين لهم مقدار حقوقهم لدى الفيدرالية الروسية. الفيدرالية الروسية في هذا المجال عندها ما يثبت كل حقوق الشراكسة، ولكن اللي يبدو أنه احنا يجب حتى نطالب بهذه الحقوق أن نحضر ملفنا الخاص الذي يحتوي على كل هذه الحقائق وندرسها بعناية كبيرة جدا حتى تكون مطالبنا متوافقة مع المنطق ومع القانون الدولي ومع توجهات العالمية في هذا الشأن. بالنسبة للناحية القانونية، هلا
في هذا المجال في سؤال بيطرح نفسه. احنا بعد ما نستعرض نواحي المأساة الشركسية بيطلع عندنا سؤال مهم جدا، انه ألا تشكل العوامل المختلفة لهذه القضية قضية قانونية لها طرفين، مدعي ومدعى عليه؟ والجواب هو قطعا أكيد، لأنه المدعي في هذه الحالة هو الأمة الشركسية والمقيمة في الشتات في الكثير من دول العالم، وطبعا بشكل رئيسي في تركيا وفي سوريا وفي الأردن وفي الولايات المتحدة وألمانيا، ولكن أيضا تقول التقارير أنه مشتتين على 45 دولة في العالم. وحتى الشراكسة المقيمين على أرض القفقاز التاريخية هم أصحاب حق. هلأ عناصر الادعاء على اللي ممكن يدعي فيها الشركس عديدة ومتشعبة، لأن الأمة الشركسية محقة في المطالبة بالتعويض عن كل الخسائر المادية والآلام النفسية والخسائر الشخصية التي تعرضت لها على مدى 200 سنة الماضيات وبجوز أكثر. وفي سبيل المثال يعني يستطيع الشركس أن يطالب بالتعويض عن كل رجل وكل امرأة وكل طفل قتله الجيش الروسي أو قوات القوزاق خلال المعارك والغزوات والغارات الانتقامية، والذي لم يكن يحمل السلاح أو يقاتل بأي شكل من الأشكال. 2، التعويض عن نقصان الأموال والخسائر المادية الناتجة عن فقدان الدخل بسبب التهجير، وهذه يعني قضية ربما تستغرق صياغتها أو التحضير لها سنوات طويلة، لأنه حتى نستطيع أن نحصر ما خسره أو ما خسرته كل عائلة شركسية هجرت عنوة عن بلادها، ونضيف إلى خسائرها خسائر الأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد. قضية طويلة جدا ومعقدة، ولكن ليست مستحيلة. 3، التعويض عن البيوت والمزارع والمحاصيل اللي أحرقها الجيش الروسي أو قوات القوزاق في عملياتهم العدائية، اللي كان القصد منها ترهيب الفلاحين والمزارعين والمقاتلين على حد سواء، وكل العائلات وكل الشعب والأمة الشركسية على الرحيل وإرهابهم لدرجة أنهم يتركوا كل أملاكهم وبلدهم ويهاجروا أو يهجروا بالأحرى. 4، التعويض عن كل طفل وكل امرأة وكل رجل مات نتيجة الأوبئة والجوع والعطش أثناء رحلة التهجير القسري اللي صارت من بيوت الشراكسة ومزارعهم وحقولهم وممتلكاتهم إلى شاطئ البحر الأسود أو إلى المناطق الواقعة خلف نهر الكوبان اللي أرادت السلطنة القيصرة الروسية أن تهجرهم إليها، حتى يحق للشراكسة المطالبة بالتعويض عن الناس الذين غرقوا في البحر الأسود، والناس الذين ماتوا من الملاريا والديزنتريا والطاعون وكل الأمراض الأخرى اللي أصابتهم أثناء وجودهم في الموانئ التركية. 5، التعويض عن جميع الأراضي والبيوت والمزارع اللي اضطروا أصحابها إلى الجلاء عنها وما بيقدروا يستردوها، لأنها أصبحت زي ما قلنا سابقا أصبحت إما شوارع أو مدن أو أشياء أخرى، ملاعب. 6، التعويض عن الخسائر المعنوية اللي حقت بالأمة الشركسية نتيجة انتزاعها من أراضيها، وهذا ربما يكون يعني في شيء من التعقيد، لأنه عم نحكي نحن عن
الألم النفسي والخسارة الثقافية والنفسية اللي أصابت الشركس نتيجة فقدان لغتها وفقدان أرضها وفقدان عاداتها بشكل تدريجي، وتخليها عن الكثير من تقاليدها وتخليها عن وطنها، وكل هذا يمكن احتسابه. 7، وهذا يعني المطلب الأخير، هو إعادة الأراضي الباقية على حالها إلى أحفاد أصحابها الأصليين، أو التعويض المادي لمن يفضله. طبعا الطرف المدعى عليه في هذه الحالة هو السلطة القانونية اللي إلها السيادة على الأرض الروسية، والتي لازم يعني تبدأ في دراسة هذا الواقع وتشكل قناعتها اللي لا يمكن تخالف المنطق، لأن الأدلة والبراهين على وجود حق طبيعي للشراكسة في كل ما أسلف موجودة وموثقة، وحتى لدى الروس أنفسهم ولدى الأتراك وكثير من الدول الغربية وجورجيا وعلى سبيل المثال وبريطانيا وفرنسا، وكلها موضحة يعني ما بدها عودة. أشكركم على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.